الفترة الأخيرة عملت 3 فيديوهات عن مقدار القوة، واحد عن مورو، وواحد عن فريزا، وواحد عن تحول فيجيتا الجديد السوبر ساين 3. وجالي كومنتات على ال3 فيديوهات الناس بتطلب مني مقدار قوة جرانولا، وعشان كده انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي. ايه هو بقى مقدار قوة جرانولا؟ كالعادة قبل ما نتعمق في مقدار قوته قد ايه بالظبط لازم تعرف السبب اللي خلاها بالقوة دي الأول. بس الأول عايز أقول لك معلومة هي غريبة شوية بس موجودة في تفاصيل الشخصية دي. جرانولا في نظارة بيلبسها، والنظارة دي بتساعده وليها وعي وبتتكلم. بس مش ده الشيء الغريب. الشيء الغريب بقى ان النظارة دي اسمها اوت ميل، واوت ميل بالانجليزي يعني وجبة شوفان، والشوفان والجرانولا اللي هو اسم الشخصية اصلا الاتنين وجبات صحية. اغلب الناس اللي بتروح جيم بياكلوها بشكل كبير، وده يفسر لك برضو بشكل كبير ليه اغلب المشهورين في مجال الفتنس مربوطين بدراجون بول، لان الانمي بطريقة او باخرى مربوط بيهم بشكل ما. وانا نفسي من الناس دي على فكرة. انا بدأت تمرين اصلا بسبب دراجون بول، وجت فترة في حياتي كنت بلعب بوكس بسببهم برضو، بس وقفت لما سنة من سناني اتكسرت. وبما ان ده مش انمي فعشان ارجع السنة دي الموضوع مش سهل. ما علينا، ونرجع لجرانولا. جرانولا كان عايش على كوكب اسمه كوكب سيريال، والفصيلة بتاعته اسمهم السيرياليين. تحس الاسم جاي من السيريلاك برضو، يعني حاجة مفيدة وبتتاكل. الفصيلة دي بقى ايه؟ بتتميز بان هم قناصين وعندهم عين ملونة، والتانية بيكون لونها احمر، ودي اللي بتساعدهم في القنص. بس طبعا بدون سلاح، بيستعملوا طلقات الكي زي الساينز بس على طريقة القناصين، فيعتبروا شبه الساينز بس بطريقتهم، حتى في الشكل تقريبا زيهم. طب بما ان شعب جرانولا فيه شبه من الساينز شوية، ليه جرانولا بيكره الساينز؟ ده بسبب ان جيش فريزا لما كان فريزا بيستعمل في الجيش ده الساينز وقتها هاجموا كوكب سيريال وقتلوا كل السيرياليين ما عدا جرانولا، وده خلاه عايش طول حياته نفسه انه ينتقم، بس ما عندوش القوة الكافية وهو عارف ده كويس، فكان طول الوقت بيحاول يزود قوته بكل الطرق الممكنة والغير ممكنة. اي حاجة ممكن كانت تساعده في ده كان بيعملها. وفوق كده كمان كان المفروض ان فريزا كان فيجيتا وجوكو قضوا عليه، بس هو ما كانش عنده معلومة زي دي ان مين اللي قضى على فريزا، بس كان يعرف انه كان مش عايش. فحتى لو عايز ينتقم من فريزا او من الساينز، كل معلوماته ان الساينز وفريزا حد أبدهم. هو مين؟ هو ما يعرفش. وكان جرانولا عايش مع ناميكي عجوز اسمه مونايتو. الناميكي ده كان بيحكي له على طول عن الدراجون بول، فقرر انه يجمعها ويطلب منها انه يبقى الاقوى في الكون. وبما انه مجنون بموضوع الانتقام والقوة ده، فتنين الدراجون بول قال له ممكن احقق لك امنيتك بس في مشكلتين. المشكلة الاولى ان حدود قوتك وجسمك ما يستحملوش انك تكون الاقوى في الكون، بس مقابل ده في حل، والحل ده هو المشكلة التانية. فجرانولا قبل بالحل ده من قبل حتى ما يسمعه، مع انه حل انتحاري بس هو كان عايز ينتقم وخلاص. طب وايه هو الحل ده؟ الحل ان مقابل القوة دي هيخسر سنين من عمره، والسيرياليين معروف ان هم بيعيشوا تقريبا 200 سنة. طب وجرانولا بقى ضحى بكام من 200 دول؟ جرانولا كان عمره وقتها 50 سنة، وحرفيا ضحى بال150 سنة الباقيين كلهم علشان يبقى عنده القوة الكافية للانتقام. بس رغم انه ضحى ب150، تنين دراجون بول قال له ان باقيله 3 سنين يعيشهم، فكده ضحى ب147 سنة مش ب150. عمره قصر مدة كبيرة، بس مقابل المدة دي بقى اقوى كائن في الكون، او تحديدا الكون السابع. بس لان زي ما شفنا في فيديو مقدار قوة فريزا، الامنية دي ما شملتش فريزا لانه كان في كون وبعد تانيين، فرجع هو اقوى بكتير. ليه وازاي؟ في فيديو كامل انا عامله عن الموضوع ده، ممكن تروح تشوفه لو حابب. نرجع بقى لجرانولا. مقدار قوته واصل لحد فين بقى؟ جرانولا قدر يقف قدام فيجيتا بتحوله الخارق الغرور الفائق، بس اعتقد ان على اخر القتال ده فيجيتا اكيد عداه في القوة. ليه بقول كده؟ لان من ميزات التحول ده ان كل ما فيجيتا يتضرب اكتر قوته بتزيد،
بمقدار يساوي الضرب اللي اتضربه، وبما ان اللي كان بيضرب فيجيتا هو الاقوى في الكون، فاكيد فيجيتا وصل لمستوى متخلف من القوة. وده غير ان اصلا الساينز في العموم دي جيناتهم، كل ما يخشوا حروب اكتر قوتهم بتزيد، وده طبعا بيختلف حسب قوة الشخص اللي هم قدامه. ده غير بقى جملتين الشهيرتين لفيجيتا في الارك ده، ودول يفسروا لك طبيعة تحول الغرور الفائق اكتر. الجملة الاولى هي استعد لتجربة حبي الدموي، يا نهار ازرق. والجملة التانية كلما اشتعلت روحي القتالية ازدادت قوتي. مفيش افخم من كده، فخم فخم فخم. اما بالنسبه لجوكو فهو وصل لمستوى جديد من الغريزه، والمستوى ده يقدر فيه انه يستعمل الغريزه في كل حالاته، مش لازم يتحول ليها اصلا، غير بقى في الظروف الطارئه هيحتاج يستعمل فيها الغريزه الفائقه الكامله اللي هي التحول اللي شعره فيه فضي. اما مع باقي تحولاته قدر يدمج العلامه للغريزه، وكلنا عارفين ان الغريزه هتخليه يقف قدام اي حد تقريبا، لانه بيصد كل الهجمات ويتفاداها تلقائيا. بس رغم كده جرانولا قدر انه يهاجم جوكو ويلمسه اكتر من مرة كمان، حتى في استعمال الغريزة الفائقة. فانت متخيل مقدار قوته واصل لحد فين. بس كل ده بقى اختفى مع ظهور فريزا، اللي ده شمل كل اللي فكر مجرد التفكير بس انه يقف قدامه، ما رحمش حد. فكده جرانولا قدر انه يقف قدام التحول الكامل للغريزة وقدام الغرور الفائق. بس كانت دي حدوده وحدود فيجيتا وجوكو برضه. بس الاكيد ان جوكو وفيجيتا دلوقتي عدوا الحدود دي بمراحل، لان فيجيتا كان قال لجرانولا ان القوة المستمدة من الغريزة قوة غير محدودة. ولما جوكو وفيجيتا واجهوا جرانولا كانوا لسه بيجربوا التحولات الجديدة. ده غير اصلا ان فيجيتا كان لسه اول مرة يتحول للغرور الفائق. تحبوا بقى نعمل فيديو عن مقدار قوة فيجيتا وجوكو حاليا؟ وتفتكر ممكن يحصل حاجة قدام شوية في الاحداث ممكن تخلينا نشوف جرانولا من تاني، او يقدر يعدل على موضوع ان باقيله 3 سنين وحياته تنتهي؟ ده هنشوف ده بقى فيما هو قادم من احداث. وكالعادة ما تنساش تشوف فيديوهات مقدار القوة اللي عدت وقول لي رأيك فيها، وكده كده هتلاقي بلاي ليست معمولة فيها الفيديوهات دي كلها بما فيهم الفيديو ده. وما تنساش اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رأيك برضو في الفيديو ده في الكومنتات. وبس كده، سلام.